أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. إحنا دلوقتي موجودين في حي من أرقى أحياء وأجمل أحياء اسكندرية، منطقة ستانلي أو حي ستانلي حاليا. هو زمان كان اسمه الحي الإنجليزي علشان كانوا كل الأجانب ومعظم الأجانب ساكنين في الأماكن دي، يعني بيبدأ مثلا من رشدي وستانلي وبعد كده جليم ولوران وزيزينيا. الأماكن دي كلها كانوا بيسكنها الأمراء والنبلاء والأجانب، كلهم كانوا بيسكنوا هنا. وكمان من أجمل الشواطئ كانت زمان شاطئ ستانلي. أكيد كلكم أو معظمكم لكم ذكريات جميلة في شاطئ ستانلي. حتى كمان بعد بناء كوبري ستانلي بقى مكان سياحي. معظم أهالي اسكندرية بيجوا يتمشوا هناك، وكل اللي بيجوا من محافظات تانية أو من دول عربية لازم بيجوا وبيتصوروا عليه لأنه بيعتبر مكان سياحي. عايزة أقول لكم في المكان ده اتبنت أول فيلا على شاطئ أو على كورنيش اسكندرية سنة 1918. كانت الفيلا بتطل على خليج ستانلي. بناها الدكتور إبراهيم زكي كاشف. فيلا الكاشف كانت مكونة من 3 أدوار و17 غرفة، وكانت بتتميز الفيلا ان فيها فراندا مساحتها كبيرة جدا 75 متر. هي دي الفيلا ودي الفراندا اللي فوق، كانت اكبر فراندا في اسكندرية. وفي عام 1932 الحكومة بنت الكورنيش، وكمان بنت اللي هي الكبائن اللي هي واخدة الشكل الدائري. وكمان بيأتي الخواجة بنايوتي اللي هو خواجة يوناني، وبنى الكازينو والفندق بجوار الفيلا بتاعة الكاشف. الفندق ده بناه شخص يوناني كان اسمه بنايوتي، كان يقيم في اسكندرية. وكان اسمه الكازينو زمان في البداية كان اسمه كازينو بنايوتي، وبعد كده اتغير اسمه لفندق ريالتو. الفندق ده متكون من 3 طوابق، بيضم 32 غرفة وحوالي 10 جناح، في منهم جناح ملكي، وكله بيطل على البحر، تحس ان انت قاعد في قلب البحر. وفي عام 1970 قرر الخواجة بنايوتي ان هو يرجع بلده تاني، وحب ان هو يبيع فندق ريالتو، واشترى منه الأستاذ عبد السلام محي الدين والد الأستاذ وسيم محي الدين اللي هو المالك الحالي دلوقتي. اشتراه سنة 1970 وجدد الفندق، والفندق اتسمى بعد كده بسان جوفاني. عايزة أقول حاجة صغيرة عن الفيلا بتاعت الكاشف، إن هو سنة 1999 قررت الحكومة توسيع الكورنيش وبناء كوبري ستانلي، وصدر قرار بنزع ملكية فيلا الكاشف والكبائن بتاعته. هو كان عامل كبائن لأولاده وأحفاده، وكمان جزء من فندق سان جوفاني اللي هو النايت كلاب والمطبخ، دول اتهدوا سنة 1999. طبعا كلنا شايفين جمال المكان حلو قوي وهو مبهج جدا. ده الدور الأولاني، في كافيتيريا. دي الكافيتيريا شغالة لمدة 24 ساعة. هنا في مجموعة صور حلوة جدا للفنانين زمان، سعاد حسني وشادية واسماعيل ياسين وداليدا ومجموعة فنانين كبار. المكان جميل والمكان مبهج قوي، واللي بيقعد في أي مكان فيه بيشوف البحر. هنا قاعة داخلية اسمها لاسرين، يعني برضو عروس البحر بالفرنساوي. هنا أخدت القهوة بتاعتي، أخدت كيك، الكيك بتاعهم حلو قوي. وهنا برضو قاعدة لطيفة جدا على البحر مباشرة،
ده التراس. الحقيقة أنا ما صورتش كتير علشان الناس كانت قاعدة، حاولت أصور الأماكن الفاضية احتراما برضو للناس اللي موجودة. المكان جميل قد إيه، القعدة حلوة ولطيفة على البحر، وفي الشتاء كمان الصبح بتبقى حلوة قوي. عايزة أقول لكم بقى إن زوار الفندق كانوا من مشاهير العالم، زي مثلا الملك حسين عاهل الأردن وزوجته الملكة نور، وطبعا هنا الرئيس الراحل أنور السادات والفنان العالمي عمر الشريف، وهنا برضو الرئيس أنور السادات الله يرحمه، هنا الدكتور أحمد زويل، هنا الملك فاروق كان بيحب المكان برضو. ومن زوار المكان كمان الفنان العالمي نجيب محفوظ صاحب جايزة نوبل، والفنانة الكبيرة فاتن حمامة، والكاتب أنيس منصور، وكمان طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب. وعايزة أقول لكم كمان إن بعض الغرف عليها أسامي فنانين وناس كتيرة من المشاهير. الكرسيين دول على فكرة جابهم صاحب المكان الأستاذ وسيم، جابهم من فرنسا وظبطهم لأنه كانوا ملكية خاصة للملك فاروق. هو واضح إن هو كان من عشاق الملك فاروق. عايزة أقول لكم كمان إن المطعم هنا دي قاعة الطعام واخد الشكل الكلاسيكي، الإضاءة هنا ما كانتش مظبوطة قوي، المطعم واخد الشكل الكلاسيكي. وهنا البيانو ده من أشهر المقتنيات هناك في سان جوفيني. عايزة أقول لكم إن كمان في مطرب بيجي يوم الخميس ويوم الجمعة اسمه فيكتور، هو خواجة، بيبدأ من الساعة 8 في قاعة الطعام. وده الفندق من بره وشكله قد إيه شكله راقي وشكله جميل جدا. أتمنى إن المحتوى يكون عجبكم، ونلتقي في مكان جديد، وفي حب اسكندرية نتقابل.